السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم ابواب الرزق اينما كنتم واينما نكون. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى جايين ايه؟ نعمل صينيه الرقاق الناشف اللي لازم تكون موجوده في العيد. دي صينيه لازم تكون موجوده في العيد الكبير ده، لازم تعتمديها كده. هقول لك احلى طريقه ليها هتخليكي فيها استاذه وتعرفي تعمليها، ان في ناس كتيره قوي، عشان محدش يقول صينيه رقاق دي سهله لا، في ناس كتيره قوي كبيره وصغيره ما بيعرفوش يعملوها. تابعي بس الخطوات دي وهتبقي استاذه فيها يا حبيبتي. انا جبت معلقه سمنه، حطيتها بصلتين ضربتهم في الكبه، وبعد كده شوحتهم مرتين كده، وقمت نازله ايه بنص كيلو اللحمه المفرومه. تمام كده يا حبيبتي، وتقلبيها. هجيب جزرايه وفلفل الوان، دي اختياري، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها بلاش يا حبيبتي. بس انا بقولك حطيها، هتفرق مع الطعم. بصوا تخلي التست عالي وجميله قوي قوي. جربيها وما تقوليش لا ومش لا، جربيها بس الاول ودوقي طعم اللحمه المفرومه، هتلاقيها تحفه. ليه؟ عشان الجزرايه والفلفل الالوان حتى بتدي منظر كده، الوان جميله، اصفر واحمر، والجزرايه بيديها طعم حلو قوي مع اللحمه. تمام كده. وحطيت نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، نص معلقه ملح، كل دي معالق صغيره. تمام يا حبيبتي. وتقلبيهم وتسيبيهم ايه تقلبتين كده 5 دقايق، وبتقومي حاطه معلقه صلصه معلبات او حبه طماطم، طماطمتين انت ضربهم في الخلاط. انا طبعا هنا عشان كنت بعمل الاكل فايه عندي طماطم في الخلاط، قمت حاطه منها ايه معلقتين كده. وتقلبيها وتسيبيها لحد ما تنشف من ميتها، هتبقى تحفه تحفه يا بنات. اهو جزر والفلفل الالوان جميله قوي يا بنات. ما تنسونيش بقى يا بنات في اللايك والاشتراك في القناة. في كتير قوي بيتفرجوا على الفيديوهات من غير ما يشتركوا. اشتركوا بقى في القناة وتفاعلوا معايا كده حلو قوي، عشان في حاجات قوي ما في عدم تفاعل، مش عارفة ليه. فياريت اللي ما بيوصلوش الاشعار يلغي الاشتراك ويرجع تاني يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. بصي بتعمليه على الكل، بتفعلي زر الجرس بتخليه على الكل عشان اي فيديو انزله يوصلك منه الاشعار بتاعه. ويا ريت يا حبايبي اللي يتفرج على الفيديو يحط لايك ويكتب كومنت حلو مني، حبايبي ومتابعيني في الله. بصوا انتوا اخواتي وبطلب منكم كده عشان احنا اخوات. بصي يا حبيبتي، بصي منظر اللحمه، بوريك ان هي بصي كده استوت خلاص جميله. بصي الالوان وبصي شكلها جميله قوي. خلاص كده هي استوت اهيت. هنطفي بقى، وهتبقي بصي انا هقولك على سر هتحطيه مع السمنه في الرقاق، هيخلي الرقاق بتاعك طالع زي الفطير. تمام كده. دي كوبايه سمنه، اقل من الكوبايه دي اقل. وطبعا بتجيبي شويه شوربه في حاجه، ونص كيلو رقاق. هنعمله في الصينيه اللي هي انتوا شايفينها. بص انا هجيب اهم حاجه البيكنج باودر، تحطيه في السمنه وتدهني بيه الرقاق، بيخليه طالع مورق وجميل ومنفوخ. والله كانت منفوخه جوه الفرن اكنها، بصوا ان هو رقاق، ان هو فطيره اكنك انت بتسويها، مش رقاق باللحمه. تمام كده. هي بصوا نص معلقه الشاي ديت بتحطيها وبتقلبيها مع السمنه. انت عايزه تحطي سمنه وزيت ماشي، عايزه تحطي سمنه بس اللي انت عايزاه. بصي يا حبيبتي، وبتفضلي بقى ايه لازم تدهني الاول الصينيه. اهو انا بقول لكم ان البيكنج باودر ده تحفه تحفه في الرقاق. تدهني الصينيه، وبعد كده بقى ايه تدهني بقى تسقي بقى الرقاق في الشوربه، وتحطي واحده واحده. انا بتعديهم الاول، اهم حاجه يا بنات، بنات الصغيره سنه اولى مطبخ سنه اولى جواز، اللي لسه مش عارفه تعمل الرقاق فيكم، لازما بتعدي الرقاق. هم 10 عندي اهوت، انا خليت 5 تحت و5 فوق. تمام كده. انت بقى بتجيبيه مثلا 12 خلي 6 و6، 4 8 خلي 4 و4، حبيبتي كده فاهماني؟ عشان يطلع قد بعضه ويبقى تحفه جميل ومورق. اهو بتفضلي تبليه كده وتحطيه في الصينيه. انا حطيت 5 تحت وحطيت اللحمه، وبعد كده حطيت ال5 التانيين. وبين كل واحده وواحده لازم تدهنيها من السمنه دي. تمام كده حبيبتي. يا ريت يا بنات بقى ايه تتفاعلوا كده مع الفيديوهات وتشوفوها للاخر. ويا رب اكون انا بفككم باي حاجه تكون كويسه يا رب. وكل سنه وانتم طيبين، ويجي عليكم العيد يا رب بخير كده، وكل واحد مقتدر في بيته قادر ان هو يجيب لكل اولاده اللي هو عاوزه.
يحرم كل اب من عياله، ولا كل عيال يحرموا من ابوهم ومن طلباتهم. يقدر كل واحد يا رب، ويعين كل ام بقى الايام ديت عشان التنفيضات طبعا انتوا عارفين وكده. وادخلوا بقى شوفوا الفيديوهات عندي، احنا بدأنا اول التنفيضات بتاعه العيد، فتابعوني كده في الفيديوهات عشان ايه نتنشط مع بعضينا ويبقى عندك طاقه كده ونشاط وان انت تتحمسي وتقومي تعملي شغل بيتك يا حبيبتي. بص اهو انا ببل كل واحده وواحده، تبليها وتحطيها وترشي عليها سمنه لازم. هيطلع معاكي، بصي انت شفتيه في اول الصوره طالع ازاي، وهيطلع معاكي مورق وجميل وهتبقي استاذه فيه. انا بصوا الرقاق ده من احب الصواني عندي في البيت، يعني احنا بنعملوه في ثانيه، دي بتتنسف يعني عشان من حلاوته بياكلوه بيبقى تحفه الصراحه. بصوا اهو انا كده 5. هحط بقى ايه اللحمه اللي احنا معصجينها. احنا معصجين اللحمه ببصل وجزرايه وفلفل الوان وملح وفلفل اسود وبابريكا. تمام كده حبيبتي، دي طريقه حلوه قوي للحمه هتبقى جميله. وانا كده انا عامله نص كيلو لحمه، طبعا مش هحط كله على الصينيه، لا انا حطيت نصها والنص التاني شيلته في الفريزر. في يوم تاني برضو اجيب صينيه نص كيلو رقاق واعمله. عندي برضو سمبوكسه سمبوسه في الفريزر، ممكن اطلع اعمل السمبوسك في اي يوم. خليكي واعيه كده وشاطره ان انت ايه، بدال هتعصجي عصجي حبه وشيليهم برضو ايه في الفريزر، ينفعوكي في اي وقت انت ايه مش فاضيه فيه. ماشي كده يا حبايبي. اهو انا كده عملتها. هعمل بقى ال5 التانيين نفس اللي انا عملتهم الاولانيين، وكل بين واحد وواحد ادهنه سمنه. عايزه تحطي سمنه وزيت ماشي، انا هنا حاطه سمنه بس ما حطيتش زيت. اي سمنه انت عايزاها اعملي بيها يا حبيبتي، ما توقفيش نفسك. وربنا يقدركم يا رب على الخير كله في بيتكم. بصي يا حبيبتي بين كل واحده وواحده بدهنها، وحلو قوي قوي قوي، وكان طعمه تحفه والله، يستاهل بقكم. اه ما تنسوش بقى ايه يا بنات اللايك. هفضل بقى طول الفيديو اقول لكم اللايك اللايك، شكلكم انتوا بتنسوا الفيديوهات تلاقيش فيها لايكات. واكتر اللي مش مشتركين عندي هم بيتفرجوا على الفيديوهات. اشترك بدل بتحب اللي انت تدخل وتتفرج عندي في القناه وبتستفيدي حاجه. اشتركي بقى في القناه، اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان ايه يوصلك اي فيديو انا انزله يوصلك بيه اشعار. بصي يا حبيبتي اهو اخر حاجه اهو بقى بنحطها. واهم حاجه قبل ما تحطيه في الفرن قطعيه، بيسهل عليكي ان انت لما بتطلعيه ما بيكونش بيتهرش منك. لا انا قطعته وحطيته وبس، بتعيدي عليه ساعه ما بيطلع كده بالسكينه وخلاص على كده بيبقى جميل. اهو باقي السمنه هنحطها بقى من فوق الوش كده، والله ولا كانت سمنته كتيره ولا اي حاجه، مظبوط طالع على الشعره. دي كوبايه الا ربع سمنه يعتبر، اللي هي الكوبايات اللي هي الصغيره، وطلع مظبوط وجميل. طبعا انا اول ما عملته كده كنت مسخنه الفرن، حطيته في الرف اللي في النص على 200. لو انتي فرنك مش عالي، لو عالي بقى علي شويه، يعني انت شوفي درجه حراره فرنك ايه وحطيه في الرف اللي في النص. ما قعدش كتير، ما قعدش 10 دقايق وطلعته. وبعد كده شغلت الشوايه عليه، لما بصيت عليه تحت لقيته احمر قمت مشغله الشوايه. بصوا انا بقطعه كده عشان لما يستوي يعني يبقى سهل في التقطيع وجميل وما يتهرش منك خالص. بصوا كان طالع مقرمش من فوق ومن تحت ومن جوه طري، والله فطير. انتوا هتشوفوه اول ما يطلع. اتمنى ان انتوا تجربوه وما تقوليش لا ده في صينيه رقاق سهله ومش سهله. لا يا حبيبتي هعيدها لك تاني، في ناس كتيره قوي كبار وصغيرين ما بيعرفوش يعملوه، وده لازم من اساسيات العيد ان احنا نكون الصينيه دي موجوده. فانتي خشي جربي كده وهتطلع معاكي تحفه. بصوا بقى اللحمه انا دخلتها كده الفرن الصينيه، اللحمه اللي فضلت مني اهو هشيلها بقى في طبق فويل وطبق فل، واشيلها بقى احطها في كيسه واشيلها في الفريزر.
وقت ما انت بصي تعملي بيها مكرونه بشاميل، تعملي بيها اي حاجه، هتبقى سهل قوي. في اي يوم عندك مكركبه، بتسيقي، بتنفضي، انت عارفه الايام دي. بصوا الشكل واللون، بصوا تحفه والله. شكلها اكنها فطيره ولا لا يا بنات؟ اكتبوا لي كده رايكم ايه، وجربتوها ولا لا يا بنات؟ وتفعلوا بقى معايا كده في الفيديوهات، واتمنى ان كل فيديو يعجبكم يا رب. وشوفوا بقى شكل الفطيره هي فطيره فعلا، رواق. الرواق بصوا شكله، بصوا منظره عامل ازاي اهو. اوريهولكوا اللي هو بصوا من تحت احمر وجميل، ومن فوق ومقرمش، ومن جوه طري. بصوا مورق، بصوا الورقه بورقتها ازاي مورق، جميل قوي يا بنات. اتمنى ان انتوا تعملوه وتجربوه. وكل سنه وانتوا طيبين، العيد على الابواب، فلازم ان انت تكوني تعملي الصينيه دي لاولادك، هيفرحوا بيها قوي. بصي تحمري لهم شويه بطاطس جنبها، وهتبقى اكله زي الفل. بصوا حبايبي زي الفل، اتمنى ان انتوا تجربوه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.